خليك شاطر، سجل المكالمات بس ما تزعلش. زمن الانترنت والتكنولوجيا والتليفون اللي في ايدك طول الوقت ده، ناس كتير فاكره ان تسجيل المكالمات امان، وانك اول ما تحس انك ممكن توقع اللي قدامك في الغلط تقوم دايس تسجيل وتقول كده انا ضمنت حقي. لا، انت كده بتلبس نفسك في حيطه ومن غير ما تاخد بالك كمان. خليني اقولها لك صريحه ومن غير تجميل كمان، تسجيل المكالمات بدون علم الطرف الثاني ومن غير اذن نيابه جريمه. جريمه، ومش هتنقذك نيتك، ولا حتى هينفع تقول اصل كنت بحمي نفسي. القانون مش هيبص على نيتك، القانون ما بيشوفش غير فعلك، وانت كده اعتديت على خصوصيه غيرك. يعني ايه؟ يعني المكالمه اللي سجلتها مش بس دليل، ده يمكن تكون هي نفسها سبب ادانتك. طبعا انت فاكر انك لما هتروح النيابه وتطلع التسجيل القصه هتتقلب على اللي قدامك. لا، احب اقول لك ان القصه هتتقلب عليك انت شخصيا، وهتبقى متهم حتى لو هو كلامه غلط، وحتى لو هو كذاب، وحتى لو ليك حق. وده على فكره اللي ناس كتير وقعت فيه، كان فاكر نفسه ذكي بس للاسف طلع متهم. طب نعمل ايه؟ نقعد ساكتين ونسيب نفسنا وحقنا؟ برضه لا. الذكاء الحقيقي انك تحمي نفسك صح مش بالغلط. اي اتفاق مهم خليه مكتوب، او خليه على رساله واتس او ايميل. المهم ان اي حاجه يكون الطرف التاني شايفها وموافق عليها. عاوز تسجل يبقى بعلم الطرف التاني او باذن من النيابه، غير كده لا، لان كده انت بتغامر بنفسك. وفي زمن الانترنت زي ما كل خطوه بحساب، كمان كل كلمه بحساب، وكل تسجيل كمان بحساب. مش كل اللي تقدر تعمله يبقى قانوني، ومش كل حركه تحميك تبقى في صالحك. خليك شاطر وما تظلمش نفسك بايدك، وما تفتكرش ان التسجيل امان. الامان الحقيقي انك تمشي صح من الاول. وعشان كده قلتها وهقولها وافضل اقولها لك، دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.